حبايبي يا مساء الفل. حابه اقدم لكم النهارده سمك سنجاري بوري. اوكي، بطريقه سهله جدا 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 وحلوه هتعجبكم، وان شاء الله تجربوها لانها سهله قوي وهتعجبكم. اوكي، السمك البوري طعمه لذيذ وبيتعمل بكذا حاجه، مشوي وسنجاري وصينيه وكل حاجه ماشي، بس ما بيتقليش طبعا. بجيب البوري بالشكل دوت اهوت، بيبقى متنضف مفتوح عند الراجل بالطريقه ديت، بيفتحوه من هنا من ظهره مش من بطنه. اوكي، الراجل هو اللي بيفتحه. لو تعرفي تفتحيه في البيت، انا عن نفسي فاتحه الفتحه دي في البيت بس هو صعب شويه. اوكي، طبعا عارفين بقى البوري بيبقى من هنا كده مدور، مش ببوزه. لو جبتوا السمك التاني انا مش عارفه اسمه ايه، البوزه كده، مش هيقول لا، يعني هيبقى طعمه حلو في الايه، في السنجاري ده. اوكي، بجيب السمكيه بحيقها بالشكل دوت وهكم ونقوم عاملين نعمل ايه بقى. بكون جايبه خلطه زي دي كده، قوطه وكرفس وجزر مبشور وبصله مبشوره، والتوابل بتاعتي بهارات سمك، ملح، فلفل اسود، كمون وبس، ما بزودش اي حاجه عن كده. دي الخلطه اللي هتبقى على الوش. وبجيب يوسفي متقطع كده قطع، او بتجيبي برتقال على حسب راحتك، بس انا جربت الاتنين طعمهم خرافه مع سمك السنجاري. وبعمل بعمل ليمون طرنشات كده، وهنشوف يلا نعمل ايه. بكون متبله السمكيه بتاعتي التتبيله العاديه بتاعتك خالص، تومه، كمون، بهارات سمك، ملح، فلفل اسود، كمون، زعتر لو عايزه تحطي، لا سوري، روزماري لو عايزه تحطي روزماري مطحون، بس انا النهارده عشان ما عنديش روزماري ما حطيتش. وبعصر ليمونه. هي دي التتبيله العاديه، قبلها بساعه تاخد الحياه. او عامله ايه بقى، تعالوا بقى بصوا بقى الفن اللي هو هنا دوت. بعمل كده تحت السمكيه كده. الاول برش شويه زيت على فكره على الفويل من تحت السمكيه من هنا كده، انا رشه شويه زيت، او مرصه اليوسفيه كده الجنب كده، عارفين السفينه كده كده بالشكل ده اهوت. اسرع من كده مفيش، ولا تقولولي ايه اهو طولتي في الفيديو ولا اي حاجه، عشان في كتير بيشتكوا مني ويقولوا ان انت طولتي في الفيديو. اظن اسرع من كده مفيش اهو كده. واقوم حاطه الليمون على الوش كده بالشكل دوت. استنوا، قشر الليمون بيدي نكهه جميله جميله في السمك وهو في الفرن بيتعمل اهو كده. اقول لكم ايه، ما تكتروش قشر الليمون على البتاعه قوي عشان تتحمر كده احسن اهو. اوكي، كفايه 3، نحط الباقي هنا. بصوا بقى بعمل ايه، سهله جدا جدا. بقفل كده كده، بعمل طبق بيضاوي كده، بقفل على السمكيه بالشكل ده. والناحيه التانيه كمان دي اقابلها كده ببعضها زي بوق السفينه كده من هنا، وهنا كمان بعمل كده اهو واضمها، وبالشكل دوت ابقى قفلت السمكيه بتاعتي اهوت حبايبي. بصوا زي الفل. وزيت، شويه زيت على الوش، يا حبذا لو يبقى زيت زيتون، ما عندكش زيت زيتون حطي اي شويه زيت صغيرين، وتدخليها الفرن كده على الصاجه بتاعت الفرن. ما عندكيش هاتي الصينيه وحطيها جواها، هي هتبك ميتها وهتنزل وكل حاجه وهتشربها في نفس الوقت. وبعد كده تطلعيها فوق تحمر. هعمل الخطوه دي وارجع لكم تاني. خلاص كده
اهو يا حبايبي، لما طلعت السمك من الفرن انا عاملاه بطريقتين. طريقه البرتقال زي ما قلت لكم، براحتكم خالص، اللي حابب يحط برتقال يحط برتقال، وبطريقه اليوسفي، بس انا ما حبيتش افك الورقه الا لما اوريها لكم. اوكي، ده كده بطريقه اليوسفي، وده كده بطريقه البرتقال، وعامله عليه معاه قصدي سوري رز بالكاري جميل جدا جدا جدا، هيعجبكم. ودوت الزيتون طبعا اللي انا منزله لكم فيديو منه، طعمه خطير وهيعجبكم. ده كده سمك مكرونه كلنا عارفينه، طعمه لذيذ ومقرمش وزي الفل. وبكده اكون قدمت لكم السمك السنجاري البوري، وصحتين وعافيه والف هنا والشفا. يا ريت كده ايه تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، علشان انا بتعب لما بقدم لكم كل حاجه حلوه. يلا ما تضيعوش تعبي هدر. باي باي. يلا سلام لكل اللي بيشاهدوني.